كيك اللانش بوكس للمدارس والجامعات وللشغل، وكمان للفطار جنب كوب شاي بحليب، وينفع كمان سناكس لليالي الشتاء الباردة. كيك هش جدا وخفيف، وكمان ممكن نخزنه في الفريزر مدة اسبوع كامل في رول ستريتش. هنعمل 3 انواع من الكيك بعجينة واحدة وحشوات مختلفة كلها صحية، وكمان بتساعد على التركيز وبتدي طاقة وبتدي كمان نشاط. وهنعمل كوب كيك بحشوة هتعجب الأطفال، هتعجبهم قوي قوي كمان. ضموا الوصفة دي لسلسلة فيديوهات المدارس. هسيب لكم لينك سلسلة المدارس تحت في صندوق الوصف. السلسلة هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. انا صباح مجدي، ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم اشعار بوصفاتي الجديدة، وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا نسمي الله ونبتدي المكونات. اول حاجة هنعملها ان احنا هنشغل الفرن بتاعنا، وهنبدأ ان احنا نجهز كل المكونات حوالينا عشان مكونات الكيك بتبقى كتير، فنجهز كل حاجة حوالينا عشان ما ننساش. هنجهز معانا 4 كوبايات من الدقيق. انا هنا مضاعفه المقادير لاني عامله كميه. انا استخدمت هنا 4 كوبايات من الدقيق. ممكن تقدري تقللي المكونات زي ما انت عايزه، قللي للنص. استخدمت على 4 كوبايات دقيق كوبايتين من الحليب الدافي، مدفيه دقيقتين على النار. اني قريت مؤخرا ان الحليب الدافي هو الاصح لعمل اي كيك بقى، اذا كان كب كيك او اي كيك. استخدم عليهم كوبايتين 2 من السكر، وعليهم كمان هستخدم كوبايتين 2 من الزيت، ويكون زيت نوع كويس ما يكونش ليه ريحة علشان ما يبوظش الكيك ويعمل له ريحة. هستخدم كمان 5 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. معايا كمان كوبايتين 2 من النشا، وكمان 3 معالق كبار من محسن الكيك او البيكنج باودر معادل 50 جرام. معايا هنا كمان ربع كوبايه من الخل، معايا كمان معلقه من الملح، ومعايا كمان هنا مكانش عندي فانيليا فاضطريت ان انا اضيف ريحه موز لان انا هستخدم في الحشو بتاع الكيك موز. لو مفيش فانيليا اختار اي ريحة تانية. هجيب بقى الهاند بلندر او الخلاط او اي حاجة متوفرة عندي، وهبدأ ان انا انزل بالمكونات تدريجيا. بس قبل ما اضيف مكون لازم الاولاني يكون اتمزج معاه كويس. يعني انا هضيف البيض، بعدين هضربه، وبعدين انزل بالسكر واضربه لحد ما السكر يختفي ولون الخليط يتغير، وبعدين انزل بالزيت، وبعدين انزل بالحليب، بس بعد ما اكون دوبت الزيت. يعني كل حاجة هننزلها لازم نضرب كويس. هجمع بقى كل السوائل مع بعض، بس هنزل تدريجيا كل حاجة مع لوحدها، يعني كل حاجة لوحدها. وبعدين بقى هخلط مواد الجاف، هجيب الدقيق مع الملح مع محسن الخبز مع النشا، اقلبهم برضو مع بعض كده، هنمكس كلهم مع بعض كده لحد ما يمتزجوا معايا تمام. يبقى كده خلطت السوائل لوحدها والمكونات الجافة لوحدها. هنزل بقى بالخليط الجاف اللي معايا على السوايل، ولما اجي انزل بالخليط الجاف هنزل بيه على السوايل على 4 مراحل او 3 مراحل، مش هنزل بيه مرة واحدة وهقلب في اتجاه واحد، ومش هنزل بالمرحلة التانية او الشوية الباقيين لما اكون دوبت اول شوية. هنا انا حسيت ان الوعاء بتاعي صغير، حاولت انا ادور على حاجه اكبر ما لقيتش، فقسمته يعني في الاخر. خلصت اول جزء دوبته ازاي وخلصت التانيين. شايفين القوام ركزوا لي على القوام، ركزوا على القوام. وبعدين بعد ما ظبطت الاتنين ودمجتهم هبدا بقى ان انا اشتغل واجهز الحشو. انا هحشي شوكليت وزبيب وموز. ممكن تستخدمي تفاح، ممكن تستخدمي اي فواكه مجففة، ممكن تستخدمي اي نوع مكسرات انت عايزاه. جبت قوالب سيليكون من اللي هي بتاعه الكب كيك وحطيتها في صينيه عاديه. لو عندك صينيه كب كيك جهزيها تمام مفيش مشكله. ابدا ان انا اسيح 5-6 مكعبات من الشوكولاته الدارك او الشوكولاته المطبخ في الميكروويف، وهبدا ان انا اخد 3 معالق او كوبايه كده من الخليط الفانيليا اللي انا عملته بتاع الكيك ادمجه. ما عنديش شوكولاته خام ممكن استخدم كاكاو اسباني او اي نوع كاكاو انا بستخدمه. حطيت الشوكولاته عملتها ساده، ونص الشويه التانيين عملتهم اللي هم الفانيليا اللي اتبقت معايا احشيها مربى، هتبقى زيها زي النايتي اللي بنجيبه من بره. دي مش اول مره اعملها وفعليا خطيره خطيره، هتعجب الاولاد جدا زي النايتي اللي احنا بنشتريه من بره. ده بقى وعملت 3 بالمحشيين مربى و3 ساده، وبدات ان انا بقى ازينهم. ممكن تزيني بمكعبات شوكولاته زي كده، ممكن بزبيب او ممكن باي حاجه متوفره عندك، او ممكن تحشيها مكسرات برضو من جوه، او البني ده تحشيه شوكولاته بيضاء. المتوفر عندك ما تقفيش. التسوية هتبقى ازاي؟ هتبقى على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. هتلاقيها استوت معاكي. اول ما تستوي هتطفي النار وتسيبيه 5 دقايق في الفرن، وبعدين تطلعيه.
تيجي بقى نكمل بقيه الوصفات. انا دخلت دول اللي هو الكاب الاول، بعدين جبت قالب من اللي هو الطويل، بطنته من الزيت، وبعدين حشيته موز وقطع من الشوكولاته. وزي ما قلت لك ممكن تقدري انت تحشيه تفاح وقرفه، تقدري تحشيه فواكه مجففه، مكسرات، المتوفر عندك. زي ما قلت لك قطعت كده صباعين من الموز مكعبات صغيره. والميكس ده خطير جدا، انا بعشق ميكس الموز مع الشوكولاته، بعشقه يعني، حلو جدا جدا بصراحه. يعني حطيت بقى مكعبات من الشوكولاته، ممكن تبشري الشوكولاته وتحطيها. وبعدين هبدا ان انا احط بقيه طبقه الخليط اللي هي الفانيليا، هخبطه كويس جدا عشان كل حاجه تتوزع، وهركنه على جنب. هجيب بقى قالب تاني وهعمله، ممكن تعمليه فانيليا بس، او ممكن تعمليه شوكولاته بس، ممكن تحشيه زبيب، او ممكن تحشيه تمر، ممكن تحشيه بلح عجوه، المتوفر عندك. والزبيب ده كان اختيار موفق برضو، كان طعمه حلو جدا جدا جدا. والزبيب مفيد جدا وكلنا عارفين، هو الشوكولاته بيساعدوا على التركيز والنشاط وكده. خبطهم برضو خبطتين عشان اوزع كل حاجه، وهدخلهم بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده من 30 ل 40 دقيقه حسب درجه تسويه الفرن بتاعتك. وزي ما اتفقنا، اول ما الكيك ما يستوي هقفل الفرن واسيبه 5 دقايق في الفرن، وبعدين ارجع افتح عليه واطلعه، اسيبه يهدى بره شويه، بعدين ابدا اشتغل فيه لو انا هشتغل فيه او اعينه. بس لما يستوي لازم نسيبه في الفرن 5 دقايق علشان ما يهبطش معانا. وكده طلعت الكيك بتاعي معايا، شايفين هش ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. تقدري بقى تلفيه، تقطعي الكيك القالب الكبير ده سلايس كده او شرايح، وبعدين تلفيها بورق ستريتش وتعينيها في الفريزر. نفس الكلام في الكب كيك، 3 مع بعض كده ولا حاجه، تغلفيهم بالستريتش وتعينيهم في الفريزر، هيقعدوا معاكي اسبوع كامل. هتطلعيهم في الميكروويف ولا في صينيه في الفرن، وفي ثانيه هيكونوا سخنوا معاكي. الوصفه خلصت، اتمنى ربنا تعجبكم، واتمنى ان شاء الله باذن الله انتوا تجربوها. زي ما انتم شايفين كيك هاش وفلافي جدا. واستودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد.